أهلا بيكم. أنواع الدايت، نزلنا الشارع وسألنا الناس عن أنواع الدايت وفي رأيهم مين أكتر دايت ناجح وعنده كفاءة إنه يساعدك في التخلص من الوزن. وسمعنا من الناس معلومات كتير، جزء منها كتير صح، عن الكيتو والمنخفض النشويات والصيام المتقطع، لكن الحقيقة العلمية ممكن يكون لها رأي تاني. علشان كده احنا مستضيفين النهاردة دكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية ومقدم برنامج القاهرة اليوم. منورانا. اهلا يا دكتور، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندنا دايتات كتير ممكن نفضل نتكلم فيهم ساعات، بس انتي هتقدري تلخصيهم لنا بسرعة. ايه الدايتات الكتيرة المشهورة، وايه اللي منها ممكن يكون له اساس علمي، وايه اللي ممكن يكون ترند؟ يعني انا مبسوطة قوي قوي من المواضيع اللي بنتكلم فيها، انها بتمس الشارع، لان هي دي المشاكل الحقيقة. الشارع اصلا بالظبط كده. هو الناس مالها من انواع الدايت؟ هيروحوا للدكتور يقول لهم النوع المناسب ليهم، لان احنا عارفين. مالها؟ سؤال جميل. اقول لك الناس مالها، هي بتعمل سيرش وتطلع الدايت وتمشي عليه. لا هو وجروبات بقى على الفيسبوك. ايوه، انا اعمل دايت ده، مين الناس وسالني مين خست على ده؟ بس كده. حالتي الصحيه، نفسيتي، بحب اكل امتى، يومي عامل ازاي، مع الولاد ولا لا، بشتغل ولا قاعده في البيت، رياضيه ولا لا. في انواع كتير صحيه، ميديترينيان اللي هو الدايت البحر الابيض المتوسط، دايت للناس اللي عندها ضغط، دايت للناس اللي عندها قلب، دايت للناس اللي عندها كوليسترول عالي، دايت للناس اللي عندها قولون عصبي، تقريبا 80% من الشعب بنشيل منهم اكل صحي زي الفاكهه مثلا. اشيل نشويات خالص وادخل فاتس زي الكيتو دايت. يعني في انواع كتيره ممكن نقول عليها طبيه، بس طبيه يعني ايه طبيه؟ يعني مناسبه لحاله طبيه. يعني الكيتو دايت اللي طلع موضه ده، انا مثلا راضيه ذمتك، قريتي في جروبات كيتو دايت على الفيسبوك عليها الاف نون ستوب، بيقعدوا يجيبوا وصفات لبعض ويقولوا خسينا قد ايه. طيب حضرتك الكيتو ده مناسب لحضرتك؟ تعمله صح، تاخد نسبه دهون مظبوطه زي ما هي المفروض تبقى كالكوليتد لحالتك، بتاخد نسبه دهون مشبعه وغير مشبعه مظبوطه، تاخد نسبه بروتين مظبوطه ولا حاجه هتضرك وتضر الكبد وتضر، يعني بتعمل ايه؟ تلاقي اللي هي بالزبده بالمش عارفه ايه، حاجات كده، حاجات فظيعه. فالناس تطلع من الكيتو اللي هو المفروض يحل مشكله اللي عنده كوليسترول عالي او اخرى بمشكله يجي له كوليسترول عالي. يعني انا بعمله غلط، فانتوا ليه بتسالوا بعض؟ مع ان الكيتو ده اساسه علمي جدا وعلاجي والمشاكل الابيلابسي او الصرع عند الاطفال، هو دوره اصلا طبي جدا ولا يصف الا بس لما طلع على العامه وعلى السوشيال ميديا واستخدم غلط كتير وشفنا منه حاجات كتير. اذا هي دايتات طبيه، ولكن مش انت اللي تختارها لنفسك. بالظبط كده، لان في تاليف بقى. ليه بقى؟ سمعتي عن رجيم البيض؟ رجيم البيض؟ لا تاكلي كل يوم 10 بيضات دايما عن الدكتوره مروه نوح. لا ده مشهور جدا على السوشيال ميديا، تبع الترندات كل شويه حد يبعت لي حضرتك نعمل رجيم البيض. رجيم بيض ايه؟ تاكلي بيض كل يوم 8 ل 10 بيضات لمده اسبوع، بس بينصحوا بس لو سمحتوا ما تكرروش اكتر من اسبوع. ايه ده؟ طب الكيميكال دايت اللي انا اول ما ابتديت اشتغل قعدت ادور هو يعني ايه رجيم كيماوي اصلا. ادور ميديكالي مش موجوده، مفيش الترم، لو عملتيها مش هيطلع لك حاجه. ولغايه اللحظه دي ناس تجي لي تقول لي دكتور عايزين زقه كده بقى، ادينا رجيم كيماوي كده اسبوع انجز بيها. لا وانا ممكن اديك رجيم صحي يعني منخفض جدا في السعرات الحراريه تخسي بيه، بس مش هسميه كيماوي انا بقى. لو يوم فاكهه ويوم زبادي ويوم ليمون لا يا جماعه خلاص، احنا في عصر متقدم جدا جدا جدا. احنا لسه بنتكلم في الحاجات دي، وعصير الليمون على الزبادي قبل ما تنامي عشان يزود الحرق. يعني القصص دي المفروض الناس تبقى واعيه بيها جدا دلوقتي. طيب هو دلوقتي الفكره نوع الدايت حتى لو كان طبي وتحت اشراف طبيب، ولا مده الدايت؟ يعني انا قادر استمر على النظام قد ايه؟ لانه برضو اكيد حضرتك عارفه ان الابحاث في الاخر بتقول بعد ما بنقطع شوط اللي كمل هو اللي هيوصل. صح. يعني عجبني السؤال ده بقى. ليه بقى؟ تملي بقول الوصول للنجاح ساعات بيبقى سهل وضربة حظ ده في حياتك، بس الاستمرار على النجاح هو اللي صعب. الدايت كده بقى، الخسان مفيش اسهل منه فعلا. مفيش اسهل منه. انا لو اتضايقت اسبوع ولا مسكت نفسي اسبوع هخس، شهر في 2 نفسي تسدد. هو الصعوبه اني اكمل على الوزن اللي وصلت له. عشان كده تملي بننصح نقول ايه؟ الدايت المظبوط اللي هو السستينبل. يعني ايه سستينبل؟ اقدر اكمل عليه بمجهود كده. قلنا ايه؟ من غير ما اكون متقدر. بروح النادي مع اولادي بلا بلا بلا، كل اللي احنا قلناه يبقى مواكب لحياتي ومناسب ليها، بحيث ان انا لما ابطل دايت وانا مش هبقى بعمل كالوري ديفيسيت، يعني مش مقلله سعرات، انا هزود السعرات وتبقى دي حياتي. انا ابقى مثبته. هو ده الدايت المظبوط اللي انا بقول للناس محدش دعوه بنت خالتي خست بايه او دعاء خست بايه وانا انتوا مالكم؟ انا يومي غيرك، سني، هرموناتي،
عيلتي، احنا مختلفين. الدايت المظبوط اللي اقدر استمر عليه سنين عشان ما يحصلش ان السمنه في الاخر ايه، ويكون شبهي شبهي، مش متقدر مش متعاقب، لان السمنه مرض مرتجع، يعني كرونيك ريلابسنج ديزيز، هو مرض مزمن منتكس هيجي فهيرجع ليه؟ طب ما عملنا مجهود نجيب اخره بقى. طيب بما انك انت اكتر واحده وشاطره في انك انت تفندي الترندات، اكتر حاجه بتغيظني دايت المناطق، اللي هو ايه، انا جاي لك يا دكتور علشان انا مش عايزه اخس غير من الحته دي، اعملي لي دايت للحته دي. اصل انا قريت على النت ان في دايت بينزل الجناب ودايت بينزل معرفش ايه. انا الحقيقه بندهش جدا قدام الاسئله دي، ونفسي اعرف منشأها جه منين بالظبط، لما هي المعلومات العلميه بيزك، وكل الناس اي حد عدى على كليه طب او حتى معلومات اساسيه عارف انه مفيش حاجه ممكن توجه الخسان في كسعرات، عجز سعرات للمنطقه دي. صح. اول إيه حاجه دايت المناطق ده احنا مش دايت المناطق، ده كمان في مناطق بيقولوا لي عايزين نزود مناطق بالاكل، يعني انت تاكلي حاجه معينه مناطق، وده بس الساحره بقى، فقره الساحره، فقره الساحر. لا، وكلمه تانية قلتيها لي يعني برضو معلش قادره افوتها، يعني هو بتقولي معلومات طبيه اساسيه. هو مين قال ان الناس اللي بتتكلم على الدايت على السوشيال ميديا الناس تسمعها انهم بيتكلموا طبي؟ لازم الناس توعى على القصه دي. ناس كتير بتتكلم في كلام كتير بيعجب الناس، زي ايه؟ ما انت بتقولي المشروب لناس في الكرش، مشروب لناس في الارداف، وجربي نزلي. انا مره عملت ايه، يعني حطيته جنبي كده، اللي هو احنا حاطين صوره بتريق، حد عمال يحط كمون على مش عارفه ايه وصفه، وانا بتريق، يعني انا قاعده واقفه جنبه يعني حاطه صورتي بتريق عليه. لا، مليون فيو ليه يا جماعه؟ انا بتريق، جبتي سيره تخيلي مجرد المشروب الحارق. انا بقول ان ده هبل، وكاتبه في الكابشن يا جماعه ده هبل، ما فيش حاجه اسمها كده. فالناس بتحب الحلول السهله. ايوه، انا عايزه اقول لك هو ده السر. هو الناس جايه لك، انت ايه الجديد عندك؟ هو انت هتقولي نفس الكلام بتاع دايت متوازن ولايف ستايل وغير، هو بيدور على حاجه سحريه بالظبط، لانه تعب، حاول كتير وفقد الثقه في نفسه ان هو هيقدر يعملها، فاللي بيوصل له هو اللي يبيع له الفكره دي والوهم. بالظبط. والناس بقى تحب قوي ان عندنا يعني الكائن البني ادم يموتوا في اللي يضحك عليه. ايوه تطلعي تقولي بقى كلام مظبوط تفيدي الناس، وفي الاخر بيلفوا دم كتير بقى. الكلام ده ما يخشش دماغنا. نفسك بس انا عايزه بس اعقد الناس، اقول لهم ما كانش حد غلب. يعني لو المشاريب دي بتنسف البطن ما كانش هيبقى في عمليات اصلا، جراحات تجميل. ما نشرب المشروب اللي هينزل اردافي ظبط، انتهى. فبجد يا جماعه بطلوا تمشوا الترندات، الموضوع ده موضوع جيني بحت. يعني انا مش هاكل مثلا نفسي عيني تبقى خضراء اقعد اكل جرجير من وانا صغيره عيني هتخضر لما اكبر، مش هيحصل كده، صح كده؟ أيوة. فهي الموضوع جيني. ما كانش حد غلب بجد. عجبتني الفكره. كان نفسنا واحنا صغيرين املنا تبقى عينينا خضراء، لا مش هيحصل يعني. بس ممكن شكل المنطقه يتظبط بايه؟ اول حاجه دي بتبقى الويك بوينت عندي، نقطه ضعفي، فاكتر في منطقه فيها دهون. اول حاجه بتخمنها واخر حاجه بتخمنها، بس واخر حاجه بخس منها. بس لما بخس بتظبط، بيبقى شكلي مقبول. دي نمره واحد. تاني حاجه الرياضه للمنطقه دي. مش ماشي مثلا وعايزه انزل، هي هتون، بس الرياضه للمنطقه دي من على اليوتيوب، مش لازم اروح جيم. رياضه لمنطقه كذا في البيت العاديه، بالظبط كده، من غير بقى ايه ماشي ورا ترندات. لان الناس وصلت في الاخر لايه؟ كله في الاخر بيرجع لنا. ليه بقى؟ يلفوا لفتهم ويبوظوا ويربوا مقاومه ويربوا، برافو عليك، يبوظوا السوفت وير وهابتس غلط. بتتعبي كأن يعني يا ريت بنبني من الاول، ده احنا بنهد وبعدين نبدا بس كده. فالناس عايزين نوعيها بالبرنامج الجميل بتاعك ده. ايه ربنا يخليك، المفاهيم المعكوسه ده على اسم البرنامج الخطير، عكس ولا بالعكس؟ عكس ولا بالعكس، لازم تتصلح، واحنا وراهم بقى. احنا ما وراناش حاجه بقى، علشان خاطر اللي ما يعرفش يقول عدس، وما اكتر العدس في التغذيه. بس كل اللي ما يعرفش بيتكلم في التغذيه والعدس على ودنه للاسف. بس احنا هنصلح، احنا وراهم، احنا هنروح من فين؟ مش هنسكت. نورتينا يا دكتوره مروه، وامتعتينا بكلامك اللذيذ. وقولي لي كده اللي ما يعرفش يقول ايه بقى؟ بالعكس.